طيب رجعنا حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في حوارنا في حلقتنا. أستاذ أحمد خليني أسألك على جزئية المنافس الزمالك، هل الزمالك عنده القدرة على التنافس خلال هذا الموسم؟ احنا بنتكلم على بطولة الكاس، بكرة عنده ماتش مهم جدا، ثم بطولة الدوري في الكونفدرالية، طول النفس موجود ولا لا عند الزمالك؟ هو بالمنطق وبأي نظريات في العالم لا. ماشي. يعني لما اكلمك كوره بالمنطق ايه اللي بيحصل ده؟ ماشي. ما فيش. طب ايه تفسيرك اللي بيحصل ده؟ برضه ما عنديش غير الروح. الروح ما فيش حاجه ثانيه يعني. لكن هل تقدر تكمل؟ انا اعتقد يعني في الدوري هيبقى صعب. في الدوري هيبقى صعب. كلام منطقي. لكن انت ماتش بكره تحديدا هيفرق مع الزمالك جدا. الزمالك من الفرق ان انت الفوز بيجيب فوز وبيجيب وقفه والكلام ده، لكن انت اما الزمالك اما ياخد بطوله زي الكاس وياخد كونفدراليه ويلعب افريقيا، دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، ده بالنسبه له مكسب بكره. اذا الزمالك تمكن من هزيمه سيراميكا كليوباترا يفرق معاه؟ طبعا هيفرق معاه في كل حاجه. هيفرق معاه في كل حاجه. الزمالك بيلعب بيراميدز يعني، وهو تحس ان هو اعلى وهو ما عندوش مشكله. لكن هو في قلق كبير من ماتش بكره طبعا. فرقه سيراميكا مش سهله، لكن على المدى البعيد بالتشكيله دي لا هتلاقي. ما هو اللعيب اللي وفي الزمالك برضو عنده مشكله، اللعيب اللي بيصاب بتحس انه بيعمل عمليه جراحيه. فدي مشكله. اللي بيصاب بيرجع بعد وقت يعني. لغايه دلوقتي فتوح بره بكره مثلا مش موجود. انت فاللعيبه بتطول قوي اللعيبه في الزمالك يعني. بس فتوح شارك في تمرينتين لغايه دلوقتي. فتوح هيلعب بكره؟ لا مع حضرتك انه ممكن كمان يبقى خارج التمرين. بنتاج فين؟ بنتاج هتلاقيه على الدكه بكره. مش هيلعب بكره برضه، بس هيشارك في جزء من المباراه. يعني بنتاج ممكن هيرجع بكره لجزء من المباراه. احمد ربيع جاهز. الزمالك في الوقت الحالي ما عندوش غيابات غير عواد وجهاد. ما انا هكمل لك اهو. محمد عواد. هو جهاد عنده ايه؟ الايقاف. جهاد عنده مزق في الخلفيه وهيرجع الاسبوع الجاي. الراجل مزق ايه؟ مزق ده بقاله 3 سنين. بقاله كتير قوي. وقريب جهاد تقريبا مصاب من وقت ما جه الزمالك يا استاذ احمد. مش حاجه مش طبيعيه. مش بشكك في موضوع جهاد، بس ان شاء الله يكون افضل الفتره اللي جايه. ولكن باقي اللعيبه اصبحت جاهزه، وده هيدي نفس للكابتن معتمد بكره ان يبقى عنده حلول على الدكه. يعني احمد ربيع خلاص قادر يشارك. فتوح طلب انه يشارك الماتش اللي فات، وكابتن معتمد رفض وقال له ما اكتملتش اللياقه البدنيه. وده نفس اللي حصل مع بنطايج، انه خد عدد معين من التدريبات عشان بكره ياخد جزء من المباراه. فالزمالك بيتعافى في الناحيه دي ان هو هيبقى عنده اوراق كتير. انا اللي عايز كابتن ابراهيم اقوله بعيدا بقى عن حته الاصابات، الماتش نفسه اتحاد الكوره عامل حاجتين اغرب من بعض. اولا توقيت مباراه سيراميكا اللي اتحددت، وعبد الباسط يقدر يجاوب في الجزئيه دي لانها بتترمي في الاخر على منتخب مصر والكابتن حسام حسن، وهل هي هتفيد الكابتن حسام اصلا ولا لا؟ اولا تحديد سيراميكا ان هو واخد فتره راحه كبيره جدا، وبعدين تيجي للزمالك وهو عنده تلاحق ماتشات وتحط له سيراميكا وماتش بدون جمهور. طب احنا بنلعب مسابقه الكاس ليه؟ يعني احنا لو بنلعبها مسابقه صامته ما بدورش على حقوق التسويق. تاني يا جماعه تاني انا كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده انا متفهمه، بس هو الاصل ايه؟ انا كتبت لائحه صح كده؟ في لائحه متوافق عليها. ملهاش لائحه. لكن المسابقات قالت لك في الرد على الزمالك، قال لك بما يرعاه الضروره اللي بتشوفها لجنه مسابقات كاس مصر في موضوع الزمالك. قال له بما انك ما عندكش لائحه كل فرقه عندها جمهور. طب واحده بس. ما هو واحده كل شركات ممكن يا جماعه. طب واحده خد نايبك من الدنيا صبر. انت بتعترض النهارده وانا هفهم اعتراضك، لان الزمالك وجمهور وكلنا عايزين جمهور، كلنا عايزين نشوف جمهور في المسابقه بتتلعب للجمهور اصلا. ايوه، هي مشكله مين؟ مشكله اللي ما قراش اللائحه ولا مشكله اللي عمل اللائحه؟ مفيش لائحه. ازاي يا عمرو؟ ازاي اللائحه انه عشان خاطر انديه الشركات يا استاذ يا عمرو؟ احنا لينا ولا علينا؟ ما انا عملت لك لائحه قلت لك ان الماتشات ديت بدون جمهور. الانديه مجتمعه، يا اما ما قرتش يا اما قالت امين. فانت النهارده جاي تقول لي ايه؟ لا يا عمرو اصبر يا عمرو. طب يا حبيبي طيب. فانت النهارده جاي تقول لي انا عايز اسال سؤال، هو مين اللي خلى الماتشات دي بدون جمهور؟ كويس، انت معترض. الماتشات ديت بدون جمهور لما انا كتبت اللائحه كنت انا بديك اللائحه قطعها قول لي مش مكتوب مش بديك اللائحه. معلش كده. مش انت بس خد بالك. تمام. مش الزمالك بس، لا ده زمالك واهلي وكل الفرق انهم عاملين ازاي. يا جماعه استنى انت كاتب لي ايه؟ انت كاتب لي هنا بتاع انا معترض. طب استنى يا باشا نعدل لك نغير لك. لكن انت النهارده حاجه البطوله ابتدت والدنيا مشيت وبتاع، جاي النهارده تقول لي ايه؟ لا ثانيه واحده
انا اسف جدا، هو انت ازاي عملت كده؟ رد بقى يا عمرو بيه. تمام. لا بس بقى اصلا اللائحه، طب بس ليه؟ اقول لك ليه؟ عارف ليه اللائحه بتتعمل ليه؟ عشان احنا الاغلبيه العظمى في الدوري بقت انديه شركات. يجوا يقعدوا على الترابيزه يتفقوا معاهم، يقول لك ما فيش مبدا تكافؤ فرص، انا لاعب الاهلي في دور ال 32 يجي له 30,000 مشجع ينزل يكسبني بالجمهور، فتيجي تبص راي الاغلبيه على الترابيزه راح لانديه الشركات. دي مصيبه دي. فتيجي راي يا جماعه انتوا بتناقشوا الموضوع بعد ما خلص. ما انا بقول لك بس الناس من الاول. اصل الموضوع ايه؟ الموسم الجديد يا ابراهيم. لا اصل الموضوع ايه؟ معلش اصل الموضوع ايه؟ تعالى نناقش الموضوع وقتها، وانا بتجيلي اللائحه اقوم بص على اللائحه اقول له لا والله بص لا انا مش عاجبني اللائحه دي، فتقوم الانديه تقول احنا معترضين على اللائحه، فالانديه لان احنا ما بيجيلناش اللائحه، فالانديه تقوم مبلغه الاعلام ثانيه واحده، له مندوب من الاهلي، مندوب من الزمالك، ممثل للاسماعيلي، ممثل للنادي المصري، ممثل لكذا، قالوا ايوه يا جماعه احنا في الاعلام اهو بنقول لكم اللائحه جات لنا ما فيهاش في دور البتاع، وانا مش عارف اذا كنت اوصل للدور الفلاني كده، يبقى احنا بنتكلم في صالح عام. صح. لكن انت النهارده اتحطيت في موقف فردي فبدات تبص ايه ده ايه ده بدا مش مصلحه شخصيه. أيوة. لا مش هي مش مصلحه شخصيه بقى مصلحتي، يعني كل واحد بيلعب عشان مصلحته. فانا دلوقتي بدات اقول ايه لا يا جماعه ازاي كده؟ فهمتني يا عمرو بيه؟ لا انا فهمت ومتفاهم ده كويس، بس حضرتك لغايه دلوقتي ما سمعتنيش. اتفضل يا بيه. اتحاد الكوره بعت جواب لنادي الزمالك بيقول ايه؟ بيقول نحيط سيادتكم بان لائحه المسابقات تحدد اختصاص لجنه المسابقات ومنها تنظيم واداره المسابقات او اي مباراه اخرى يرى مجلس الاتحاد تنظيمها وادارتها طبقا للشروط الموضوعه، ولها حق اجراء التعديلات الضروريه على مواعيد المباريات. يعني لجنه المسابقات اللي متعينه هو بيديله طبقا للائحه المسابقات الاصليه انها تعمل التعديلات وفقا لما تراه. تمام يا كابتن ابراهيم؟ تمام يا بيه. طبقا للظروف والاحوال التي تراها، ويكون قرارها في هذا الشان النهائي. يعني مفيش لائحه اساسيه. راجل خص المواعيد ده المواعيد بس هو خص لا الجمهور ده برضه موجود في اللائحه وكان يعترض على الباقي. عشان ما يبقاش احنا بنتكلم كلنا فالناس ما تسمعش. كمل يا عمرو. ده بيقول ان لجنه مسابقات كاس مصر بتحط وفقا لما تراه من الضروري سواء على التعديل او الاقامه بدون جمهور. طيب نقطة ثانية عشان أنا أحب أجيب من الآخر. فين لائحة كأس مصر اللي بتقول يا جماعة؟ طب أجيب من الآخر أهو. الزمالك ما اعترضش رسمي ليه؟ الزمالك اعترض رسمي وبعت خطابين لاتحاد الكورة. ما شفتش خطاب، أنا ما شفتش بيان. الزمالك بعت خطاب. بعت لمين؟ بعت لاتحاد الكورة مرتين، الأول لما كان المباراة في استاد القاهرة وبعد كده بعد نقلها مرة أخرى لهيئة قناة السويس، فالمرتين تمسك رد اتحاد الكورة إيه؟ بحضور الجماهير. ما هو ده الرد بتاع اتحاد الكورة بيقول لجنة مسابقات كأس مصر بتعمل وفقا لما تراه ضروري ووفقا لرؤيتها. في وفقا لرؤيتها انا عامل مسابقه عشان اسوقها بشكل كويس، عشان اكسب فلوس، عشان الجمهور يحضر، عشان دي الكوره الحقيقيه. بعيدا عن كل ده كابتن ابراهيم عشان ما اطولش على حضرتك، انت طولت عليهم. في نقطه بس ليله مباراه الزمالك وبيراميدز اتحاد الكوره بيعلن الدور اللي جاي هيبقى امتى. ماشي. ايه وجه الداعي والضروري انك تعلن ليله المباراه مش بعد المباراه؟ وبرده موجوده ما بين مباراتين للزمالك. طيب خالد بص عندك حاجه عايز تقولها عشان لا خلاص وصلت يا عمرو. وصلت. طب معترض وسجلت اعتراضك في المخبطه. عمرو معترض يا جماعه وتمام، احنا قلنا وجهه النظر الثانيه. هل ده مفيد لكابتن حسام ان هو اللعيبه تتضغط في الفترات دي وهيستفيد بيهم فعلا في كاس العالم؟ هل انت شايف ان هو مفيد في تلاحق المباريات ده عبد الباسط او رؤيه كابتن حسام ان هو مفيد؟ اما انا ما بتكلمش في ضغط مباريات ولا الحاجات دي. لا ما اتكلمش كابتن حسام بقى يتكلم. طيب انا بقى اسال سؤال واضح وصريح دلوقتي. الكلام اللي بيقوله عمرو هل هو موجود في اللائحه ولا مش موجود؟ لا موجود في اللائحه، واللي عايز يعترض كان اعترض من الاول. الادوار دي حتى 2.5 إدارة المسابقات غيرتها، هي الأندية الثانية لعبت 2.5 عشان كان الوقت في الشتاء فالوقت حلو وظريف. لما الزمالك اعترض كان في مرونة ان هم يعملوا ده. البند اللي عمرو بيقراه من حق الزمالك نفسه يعترض عليه لأنه هو أصلا موجود في اللائحة الأساسية بتاعة المسابقة ان إدارة المسابقات ليها الحق في عمل أي حاجة. طب يا عبد الباسط آخر سؤال، هل طبيعي ان حكام الماتش احنا النهارده الساعة كام؟ النهارده الساعة 12:10. هل تم إعلان حكام المباراة اللي هتتلعب بكرة الساعة 5؟ دي اغرب من الخيال يا عباس. يعني بعيدا عننا انا مش هنا بدافع عن اتحاد الكوره. لا انا ما بقولكش، انا صاحب معلومه عبد الباسط. انا مش لو اعلنت الساعه 5 مثلا يعني انا معاك والزمالك اعترض هيتغيروا؟ لا مش طبيعي يا كابتن ابراهيم. يعني انا بسالك سؤال. مش طبيعي انك تحكم مباراه هتتلعب بكره، اليوم الجديد بدا اللي هيتلعب فيه المباراه والحكام ما تمش عليها. طيب ماشي، عايز افهم وجهه نظرك هيفرق في ايه اعلن الصبح؟ هل ده طبيعي او نمطي؟ ما انا كنادي عايز اعترض. لو نادي الزمالك عايز يعترض او نادي سيراميكا عايز يعترض، هل ملوش حق؟ يعني استاذ احمد استاذنا هو موجود. نادي كهرباء الاسماعيليه الجوله اللي فاتت حكم له حكم غلط اكتر من غلطه في الهيكله الاداريه في نادي الاهلي هتبقى عامله ازاي يا استاذ خالد سريعا؟ بس الحكام نزلت على فكره، حكام الماتش نزل. هتلاقي لسه نازله. يعني نزل محمود بسيوني حكم ومحمود دسوقي فار لسه نازله.
طيب ريحناكم يا عم عمرو. الحمد لله. هتلاقيها لسه هم قاعدين يريحوا بعض، هتلاقيها لسه نازله. قطوا فار والله العظيم في الاستوديو. قطوا فار. اعلن حالا. اعلن حالا. مبسوط. كتر خيركم يا جماعه، متشكرين جدا. متشكرين جدا يا باشا. الدنيا يا عم حلوه، لسه عمالين نقول الدنيا الزمالك خلاط وماشيه في الزمالك حلوه يا عم. وانا برضه ماشي، ما قلناش حاجه. طيب في هيكله اداريه ولا لا؟ لا في طب. ها اديني تفاصيل. لا هو حتى الان الكلام على اللي احنا بنتكلم فيه بقالنا اسبوع واللي من وجهه نظري يعني اتاخر. ماشي. اتاخر فكره تغيير اداره التعاقدات، تغيير اداره السكاوتنج. النادي الاهلي وعلى فكره انا ليا تعليق على كلمه قالها محمود ان المسؤولين في النادي الاهلي مصدومين من مستوى كاموش. الحقيقه اللي مصدوم من مستوى كاموش يعني المفروض يصدم في نفسه الاول. المفروض يتصدم في نفسه الاول، لان طريقه اختيار كاموش وتوقيت اختياره والتعاقد معاه كلها عليها علامات استفهام. ما ينفعش اجيب لعيبه يا ابراهيم في فتره اعداد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه بيسخن ابراهيم احنا في بدايه اي موسم الفرق لما بتلعب اول 5-6 ماتشات، الفرق بتاعتنا بقى اللعيبه بتاعتنا كل لما يجي اداء وحش يقول لك يا عم استنى احنا لسه بدايه الموسم، فاللعيب بيحتاج له 5-6 ماتشات. عشان نرجع بس للحته بتاعت الهيكله الاداريه، عشان احنا اتكلمنا في كامل. في هيكله اداريه هتحصل طبعا لازم يكون في حاجه. امتى يبتدوا الشغل فيها؟ المفروض شغاله دلوقتي. اشرف داري قصته خلصت ولا لا؟ لا لسه طبعا. ايه بقى؟ اشرف داري لسه موضوع. هي فين وايه اللي بيحصل؟ اشرف داري موجود في النادي الاهلي بياخد فلوسه بشكل منتظم، لا الشهريه يعني القسط الشهري عادي 50,000 تقريبا، وهيفضل ياخد. هو بياخد عقده $1 مليون في السنه، هو تقريبا يعني النص ده بياخد نص مليون في الشهر تقريبا. احسبها بقى يعني. تقريبا. هيفضل ياخد فلوسه لحد ما ينتقل. ولو ما انتقلش هيفضل لحد نهايه الموسم ده يتشاف بقى، اما يرجع للقائمه بتاعه النادي الاهلي او يباع في الصيف. تمام، او يبقى في خلاف او نزاع قضائي ما بين داري والاهلي. عظيم. استاذ شوقي عندك حاجه تقولها لنا قبل الفاصل؟ انا عارف يعني ان عندك اكيد حاجات كتير. يمكن استاذ احمد تفضل وقال انه ان شاء الله الفتره الجايه في ممكن تكون مفاجات جيده. انا مش عارف النهارده جاي. وشكله عنده المفاجآت. قلقان والله. قول المفاجآت يا شوقي. قلقان والله العظيم. انا حاسس ان انا النهارده مش عارف، انا غريب مقبل على الحياه قوي. مش انا. يمكن عشان شهر لو الخير منك ما قلتش، لو منك ما قلتش. طب خلاص بص يا ريس، الدنيا وحشه. احنا اصلا بالنسبه هم بيدفعوا لعيب بره القايمه، نفسي ادفع اللي جوه القايمه. ان شاء الله بس لو معايا فلوس ادفع اللي جوه القايمه، يعني في فروق كبيره يا ابن العسل. بس ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. طب خلاص نخش على شركه الكوره. شركه الكوره في نادي الزمالك في كلام كتير اتقال عن اكتر من اسم انه هيبقى رئيس شركه الكوره. استاذ ايمن ممدوح عباس، اتقال استاذ سميح ساويرس، كل شويه يطلع اسم. اجراءات شركه الكوره بتتم في الوقت الحالي، ممكن يتم الاعلان عنها بعد نهايه الموسم، ولكن مفيش اي استقرار خالص على اسم رئيس شركه الكوره اللي هو اكيد هيبقى من خارج. بس اجراءاتها خلصت كلها. اجراءاتها خلاص بتخلص تماما، هيتم الاعلان عليها. ومن المهم نادي الزمالك في الوقت الحالي انه يعني يمر عامين ماليين من غير ما يبقى عنده خسائر، عشان يقدر بعد كده يطرح الامور في الاسهم داخل البورصه. الموضوع ده هيفرق مع نادي الزمالك ليه؟ لانه طبعا زي ما احنا شايفين مثلا نادي زي الاهلي بيعتمد على شركه الكره في توفير مداخيل كبيره لفريق الكره. برضه نادي الزمالك بيحاول يوصل لمرحله الاستقلاليه في ظل ان هو عنده اكتر من 20 لعبه. اما يبقى انت عندك فلوس مخصصه فقط شركه الكره، ما تدخلش في حته بتاعت ايه لا داخل فلوس، طب بقول لك الفلوس دي هاتها ادفع بيها لفريق اخر، او ان انا هعمل بيها امور اداريه داخل نادي الزمالك. بس انت ما ينفعش تعمل شركه كره لما تخلص الايقافات. تخلص الايقافات كلها. لازم ما بتكلم في انك تقلل شروط الرخصة. الايقافات اللي عليك. عندك حوالي 11 ايقاف، وخد بالك انه لسه لغايه اخر مارس عندنا لسه في 3 قضايا. سامسون لسه شغاله، عمر فرج لسه شغال، في النادي بتاع صلاح مصدق، عبد الحميد معالي، في حوالي 28 قضيه كمان. يعني بص يعني بشكل عام يعني ان شاء الله احنا يعني ربنا يكرمنا. شوقي قبل ما اخرج لفاصل، محمود شوقي عندك كواليس الزياره اللي تمت بين الكابتن محمود الخطيب ومع سياده الوزير الجديد اللي بنبارك له كابتن جوهر نبيل؟ كانت زياره ايجابيه جدا. بعض الناس كانت متحفزه قوي او رغبه كده في اشعال صراع غريب ما بين الاهلي والوزاره او الوزير الجديد يعني. عشان بس نفصل الموضوع سريعا، العلاقه بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن جوهر نبيل بقى لها اصلا سنين علاقه عاديه جيده يعني. مفيش مشاكل. يعني في الاعياد بتلاقي في رسائل متبادله، في المناسبات ممكن يتقابلوا مع بعض، الدنيا هاديه مفيش اي صراع من اي نوع. لان في بعض الناس قالت ان جوهر نبيل جاي بقى خلاص هينتقم من مجلس الاهلي وما الى ذلك. الزياره كانت ايجابيه جدا جدا.
حتى الكابتن جوهر نبيل كان حريص حتى ان هو يستقبل طبعا ده كلام عبثي جدا، انا بحس ان ده كلام عبثي قوي، يعني كلام عبثي قوي اللي هو أيوه. ايه ده فلان الفلاني جاي ينتقم ويعمل على اساس ان هو ايه يعني، على اساس ان الموضوع وزير بيدار دولة إزاي؟ يعني. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه يعني؟ دوله اللي ممكن يحصل في الاهلي يعني دوله ثانيه واحده بس، دوله بحجم مصر، دوله كبيره جدا جدا، كل تصرفات الوزاره وكل تعاملات محسوبة، الانديه محسوبه ومرصوده طبعا طبعا. فبحس ان ده كلام عبثي كرتوني جدا جدا، يمشي في الحاجات بتاعت اللي هي فاهم، يعدي في السوشيال ميديا يجيب صريخ هو بيحصل كده فعلا، يعني هو بيبدا لكنه رجال الدوله محسوب عليهم تصرفاتهم، والكابتن جوهر نبيل اصبح رجل دوله، والكابتن محمود الخطيب يتعامل وفقا لبروتوكولات رجال الدوله، فانا ما بعرفش ما بفهمش الكلام ده بيجي منين. قريب اكيد الكابتن جوهر نبيل هيتكلم، وانت اكيد ممكن تعمل معاه مداخله او تستضيفه هنا، هيحكي لك حتى عن كواليس الزياره، من اكتر الزيارات اللي حصلت في اخر 48 ساعه دي فيها ضحك وهزار وكلام في المستقبل. الكابتن الخطيب فتح محاور كتير جدا في الحديث مع الوزير جوهر نبيل حوالين تطوير الرياضه وملفات كتيره جدا جدا، من ضمنها بالمناسبه الانديه الشعبيه. يعني الكابتن الخطيب حريص فعلا على موضوع الانديه الشعبيه ده. ودي فرصه برضه يا ابراهيم طالما انت فتحت موضوع الوزير، انا اتمنى انه الكابتن جوهر نبيل يفتح الملف ده بشكل عاجل، تتحسب له والله بعد سنين ان يكون هو وزير الرياضه اللي يفتح ملف اعاده الحياه للانديه الشعبيه من جديد تحت عنوان المشروع القومي لتطوير الانديه الشعبيه. نرجع معاه خطوه خطوه، نرجع انديه كتير جدا نسيناها، صحيح. هتبقى خطوه كبيره جدا. واحد فاصل في السريع منه وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك.